يا ترى لقيتوا مفاتيح السعادة؟ الكاتب نورمان فينسنت قال لنا 3 مفاتيح قلتها لكم الفيديو اللي فات، ودلوقتي هقول لكم 3 كمان، كملوا للآخر. المفتاح الرابع، انت مش لوحدك. غالبا احنا بنحس ان احنا لوحدنا، ما بنعرفش ناخد راحة ولا اجازة، عشان بفتكر ان مفيش حد هيعرف يحل محلي ولا يعمل الحاجات اللي انا بعرف اعملها، لا في البيت ولا في الشغل. ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تجيب اكتئاب للست، لان هي دايما بتحس ان هي لوحدها في مواجهة الحياة ومفيش حد بيساعدها، ودي مشكلة بتواجه اغلب الستات. لكن والله مع شوية تنظيم وشوية توزيع للمهام اللي عليكي، لهنا ولا لهنا، اي حد يساعد، هتلاقي الدنيا بتتحل، وهتلاقي نفسك عرفتي تاخدي راحة، وهتلاقي المفتاح الخامس جاي في جيبك. المفتاح الخامس، تاخدي استراحة. الكاتب بيقول ان الحياة اللي احنا عايشينها حياة اصلا متعبة، والدنيا سريعة ومضغوطة، وليل ونهار قاعدين ندخل في ساقية، نطلع من حاجة ندخل في حاجة، فمحتاجين بريك، محتاجين استراحة. والله بقى اللي يقدر يسافر يسافر، واللي يقدر يخرج يخرج، وحتى لو ما تقدريش تعملي اي حاجة من دي، اقفلي الباب، اقفلي النور، اقعدي لوحدك خالص، ما ترديش على حد، خدي بريك، استراحة، ساعة واحدة بس، هتشحني نفسك والطاقة السلبية هتطلع. المفتاح السادس والأخير هو العلاج مع الإيمان. العقل والجسم مرتبطين ببعض جدا، فالصحة النفسية بتأثر على الصحة الجسدية، والإيمان بربنا بيخليكي إن انتي تسيبي الحاجات السلبية وتروحي للطاقة الإيجابية. بس الإيمان لوحده مش كفاية، العلم اتعمل عشان لو عندي مشاكل نفسية أروح لدكتور يعالجني، مش عيب. فلازم نحافظ على صحتنا النفسية علشان هتنعكس على صحتنا الجسدية. يا ترى معاكم كام مفتاح من مفاتيح السعادة والإيجابية؟ اكتبوا لي في الكومنتس. أنا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.